نصيحة إلى طلاب المرحلة الثانية. إذا أنت هاي السنة راح تداوم مرحلة ثانية فعندي نصيحة إلك. المرحلة الثانية أنا أسميها مرحلة الصفحة الجديدة. المرحلة الثانية أنت لازم تفتح بيها صفحة جديدة وتنسى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كلها راح يصير بيها أو صار بيها إخفاقات، أخطاء، صار بيها تلكؤ، لأن احنا المرحلة الأولى من داومنا بعدنا ما متأقلمين، الدوام قصير ما لحقنا، المواد جديدة ما متأقلمين عليها، الأساتذة كل شيء جديد، بيئة جديدة، مرحلة انتقالية، بالتالي ما سيطرت على المواد. أكو اللي يخفق، اللي يطلع دور ثاني، اللي يرسب، اللي يصعد تحميل. فهذا الشيء جدا جدا طبيعي ولا تخلي ببالك نهائيا. اكو حتى بالمرحله الاولى يخلصها هو بعد ما حاب القسم ما مفتهم منه شيء. هذا الشيء عادي جدا طبيعي. الشيء اللي اريدك تسويه بالمرحله الثانيه انه تفتح صفحه جديده، تبدي تستكشف القسم مالتك، تبدي تحب المواد الدراسيه مالتك، تبدي تشد حيلك، تبدي تقوي علاقتك بالأساتذة، تلتزم بالدوام، تجتهد حتى تطلع ناجح أو تطلع من الأوائل وتكتشف نفسك. أنا واحد من الناس بالمرحلة الأولى ما لحقت، يعني داومنا متأخرين وما لحقت، خلصت السنة المواد ما مفتهم منها شيء. طلعت دور ثاني، نعم طلعت دور ثاني، طلعت تحميل أيضا بالدور الثاني، ما نجحت. بس بالمرحلة الثانية فتحت صفحة جديدة والحمد لله تفوقت وقدرت أطلع من الثلاثة الأوائل، وبعدين استمريت ثالثة رابعة وكملت دراسات عليا، واليوم أنا أستاذ جامعي. فهاي نصيحة يا شباب لكل طلاب المرحلة الثانية، تقدرون وباب الأمل مفتوح والاجتهاد أيضا مفتوح، وتقدرون تفتحون صفحة جديدة.